علامات اللي تعرفك ان انت فعلا محسود. والفيديو اللي فات اتكلمنا عن اول 10 علامات فيهم. تعالوا نرجعوهم تاني مع بعض ونكمل النهاردة ان شاء الله ال10 التانيين. قلنا العلامة الاولى ان انت هتحس ان في ضيق وخنقة مفاجأة. تاني حاجة ان التقلبات المزاجية الحادة، تلاقي نفسك كده من وانت مبسوط فجأة تحس ان انت مش طايق نفسك. 3 الرغبة في البكاء بدون سبب، فجأة كده تحس ان انت عايز تعيط ومفيش اي سبب. 4 العصبية المفرطة، بقيت بتتعصب بزيادة حتى لو انت كنت شخص هادي، تلاقي نفسك على اهيف الامور بتتعصب. 5 الخمول والكسل الشديد، لما تلاقي نفسك خملان وجسمك كده مش قادرة حتى تقومي من على السرير تعملي الحاجات يعني العادية اللي انتي كنتي بتعمليها كل يوم، تلاقي نفسك جسمك كده كأن حد ماسكك، مش قادرة تعملي الحاجات اللي انتي كنتي بتعمليها. رقم 6 الصداع المتنقل، يجيلك صداع شوية هنا شوية هنا شوية هنا، صداع كده متنقل. والصداع ده بيتميز عن الصداع العادي ان هو بيكون مش بيروح بالمسكنات، يعني مهما خدتي البنادول ومسكنات تلاقي صداع برضو لسه موجود مش بيخف وبيتنقل من مكان الى اخر. والعلامة 7 شحوب الوجه واصفراره، لو انتي وشك شاحب كده ومصفر، او كل ما حد يشوفك يقولك ايه ده وشك اصفر ليه، مالك وشك خاسس كده ليه، اعرفي ان انتي محسودة. العلامة 8 الثقل في الكتفين والظهر، لما تحسي ان انتي كتافك تقيلة وظهرك من ورا كده تحس ان هما مشدودين كده، او يعني حاسة بتشنج بدون سبب عضلي. رقم 9 التساوب المستمر المصحوب بالدموع، لو انتي بتتوبي على طول، يعني مثلا تبقي قاعدة مع حد وفجأة تلاقي نفسك بتتوبي 3-4 مرات ورا بعض، وممكن يكون التساوب ده معاه دموع، او ممكن يزيد كمان مع ان انتي لو سمعتي اذكار او قلتي اذكار او كنتي بتصلي او بتقري في المصحف تلاقي نفسك بتتوبي كتير بالشكل ده، اعرفي ان انتي محسودة. تمام. ورقم 10 او العلامة 10 اللي قلنا عليها الفيديو اللي فات، وهي اضطرابات النوم والكوابيس، لو انتي متعرفيش تنامي، عندك ارق على طول، بتحلمي بكوابيس على طول، ده ممكن يكون بسبب ان انتي محسودة. تمام. النهارده بقى هنتكلم على العلامة 10، وهي النفور من البيت والاهل. يعني تحس ان انت قلقان وخانقه كده اول ما تخش بيتك، وانت داخل بيتك تلاقي نفسك يعني اول ما تدخل عتبة بيتك تلاقي يعني انت كنت مبسوط بره، جيت دخلت البيت حاسس بخنقه شديده، مش طايق تقعد فيه ولا طايق الناس اللي فيه. واول ما تخرج بره في الشارع او تروح اي مكان تاني غير البيت تحس ان روحك ردت فيك تاني، وتلاقي الخنقه دي راحت. او العكس تماما، تلاقي نفسك العكس بقى، بتحب البيت قوي وبره مش طايق تعمل اي حاجه او تروح في اي حته. فلو انت بيحصل معاك كده، اللي هو انت بتحس بالاختلاف ده من البيت لبره او من بره للبيت، اعرف ان انت محسود. العلامه رقم 12 خلافات عائليه وزوجيه مفاجاه. لو بيحصل خلافات عائليه ومشاكل خناقات ازمات ضخمه، وتلاقي البيت ولع كده من كلمه، يعني تلاقي مثلا البيت في الطبيعي هادي وساكن مفيش اي مشكله حصلت عشان الدنيا توصل لكده، تبص تلاقي طخ طخ طخ، يعني كلمه بسيطه اتحولت بقت مشكله كبيره. يعني حاجه صغيره من كلمه صغيره او تافهه بينك وبين شريك حياتك او اهلك، تلاقي تتحول المناقشه العاديه لمعركه، والمواضيع تكبر بدون اي مبرر منطقي. تمام. العلامة 13 العزلة والانطواء الكامل، لو عندك رغبة قوية ومفاجأة في ان انت تبعد عن كل الناس وتقفل تليفونك او تهرب من اي تجمعات عائلية او خروجات مع صحابك انت كنت بتستناها قبل كده وبتحبها، اعرف ان انت محسود، وان انت تفضل كمان لما تلاقي نفسك بتفضل ان انت تقعد في الضلمة لوحدك او تقعد في البيت لوحدك، انت كده ممكن بنسبة كبيرة تكون محسود. طيب العلامة رقم 14 الكره الشديد اللي كنت يعني اللي كنت للحاجه اللي انت كنت متميز فيها، يعني انت مثلا كنت شاطر في متميز مثلا في الرياضه بتاعتك، بتلعب جيم، كنت متميز في دراستك، كنت بتهتم بمظهرك وشياكتك، تبص تلاقي نفسك فجاه كرهت السيره دي خالص، ولا طايق تمسك كتاب، ولا طايق تروح الجيم، ولو بتلعب لعبه رياضيه مش طايق تروحها. لو بتذاكر كويس وشاطر، يعني انا اعرف حد كان في الثانويه العامه كان شاطر قوي 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 لدرجه ان واحد بس قال له كلمه كده حالته اتغيرت تماما، وبدل ما هو كان ناوي يخش هندسة ويعني
وكان شاطر قوي، فجأة الدنيا اتشقلبت بسبب ان هو اتحسد من كلمة واحد صاحبه قال له يا ده انت هتلاقيك بقى خرب الدنيا، انا عارفك يعني ولع معاك بقى ايه، هتخش هندسة دي يعني السلام عليكم نفسك دخلتها. سبحان الله الكلمة رشقت فيه، وبعد كده الدنيا كلها اتغيرت بعد كده بسبب كلمة حسد. فجأة لقى نفسه مش طايق المذاكرة، عارفين اللي هو فجأة كده تلاقي نفسك قفلت ومش طايق المذاكرة. فلما تلاقي نفسك الحاجة اللي انت كنت متميز فيها او شاطر فيها فجأة مش طايقها، اعرف ان حد بصلك فيها او ان انت محسود. تمام؟ لو انت كنت بتهتم بمظهرك وشياكتك، فجأة ما بقتش طايق تلبس، ما بقتش طايق تسرح، مش عايز تحلق، يعني مش طايقة تلبسي الطرحة بتاعتك حتى مكسرة تلبسيها، اما تلاقي نفسك كده مودك مش احسن حاجة، مش طايقه تفتحي كتاب او تروحي تمرين او بقيت مهمل في نفسك، اعرف ان انت محسود. طيب رقم 15 او العلامه ال15 على ان انت محسود، التعطيل المفاجئ في الامور. يعني كل ما تيجي تخلص مصلحه ما او تمشي في خطوه ايجابيه زي مثلا جواز، سفر، شغل جديد، الموضوع يقف على اخر لحظه، عمال تخش في خطوبات وتفركش، مفيش حد بيكمل معاك، ده ممكن يكون حسد، الحسد يخليك كده. تمام؟ كل ما تيجي تقدم على وظيفة او خلاص هتتعين، عملت الانترفيو، عملت كذا كذا كذا، قدمت ورقك، تلاقي نفسك الدنيا باظت وما اتقبلتش، اللي مش عارف تشتغل في مكان معين. او مثلا كل ما تيجي تبيع بيعة، البيعة دي تبوظ بدون اسباب منطقية ومفهومة، يعني بعد ما كانت البيعة دي خلاص خلصانة، فاهمين؟ فلما تلاقي امورك كده مش ماشية زي الفل، مش ماشية تمام، في تعطيل مفاجئ في امورك بدون سبب، اعرف ان ده احتمال كبير يكون حسد وانت مش واخد بالك. تمام؟ طيب العلامة رقم 16، النفور من العمل أو الدراسة، عدم القدرة على التركيز، وفي تشتيت ذهني غريب لما تلاقي نفسك مش قادر تركز في شغلك اللي انت كنت ماشي فيه زي الفل، مش قادر تركز في دراستك اللي انت كنت متفوق فيها، عمال تسرح سرحان مستمر يخليك مش عارف تنجز أبسط مهامك، أو انت كست بيت تصحي من النوم تايهه حرفيا، انت مش عارفه تنجزي المهام الطبيعيه بتاعتك اللي انت كنتي بتعمليها في دقايق وكنت شاطره فيها، كنتي منظمه يومك، تلاقي نفسك صاحيه تايهه مش عارفه تودي العيال المدرسه ولا الحضانه ولا التمرين ولا تغسلي المواعين ولا تنظفي ولا تعملي الاكل، مش عارفه تعملي ايه، وممكن بعد كل ده تخشي تنامي ما تعمليش حاجه خالص. فتبصي تلاقي نفسك انت عندك نفور من العمل، من الدراسه، مش قادره تركزي، في تشتت ذهني غريب، سرحان مستمر، مش عارفه تنجزي ابسط يعني المهام اللي انت كنت بتعملها في دقايق، وبتحسي بكسل ورفض تام لمجرد فكره الشغل او المذاكره او العمل عامه يعني. تمام؟ طيب العلامه رقم 17 من علامات الحسد، الخسائر الماديه المتتاليه، لما تلاقي نفسك بقى عمال تخسر في فلوس، يعني تلاقي فلوسك كده بتطير من ايدك بدون بركه، مفيش بركه، مصاريف فجأة كده بتطلع لك من تحت الأرض، أعطال متكررة في العربية، كل شوية عربيتك حاجة فيها تبوظ، الأجهزة الكهربائية اللي عندك في البيت كل شوية تبوظ، وبتبوظ فجأة بدون سبب. يعني أنا أعرف واحدة شقتها ما شاء الله كانت اللهم بارك واسعة وجميلة وحلوة، وكل اللي يخش الشقة يقول ما شاء الله، يعني يضحكوا كده بشقتها وجمالها، فجأة لقيناها بتشتكي إن أجهزة المطبخ كلها يوم ورا التاني، التلاجة والبوتاجاز والغسالة ومش عارفة ايه، كله باظ ورا بعض بدون سبب، مفيش حاجة، كلهم فجأة كده طلع فيهم مشاكل وباظوا. فسبحانك يا رب، ده حسد، حد دخل الشقة ومقالش اللي هم بارك، يا عيني اتحسدت، خدت عين. تمام؟ فلما تلاقي كل شوية عربيتك فيها مشكلة، حد باصص لك فيها أجهزة كهربائية بتبوظ كل شوية في بيتك، فواتير غير متوقعة، وتعب ومرض غير متوقع، كل شوية تلاقي ابنك تعبان، بنتك مش عارفة عايزة تعمل ايه، مش عارفة ايه اللي بيحصل، فجأة كل شوية حاجات كده غريبة تطلع لك تستهلك كل دخلك تلاقي خسائر مادية متتالية، ده حسد. اوكي؟ طيب رقم 18 او العلامة رقم 18، تلف الاشياء في البيت. تبص تلاقي بقى ايه، اللمبة كل شوية تتحرق وتفرقع، واللمبات تتحرق ورا بعضها في فترة قصيرة، الاطباق والكوبايات يقعوا منك يتكسروا بشكل ملفت ومتكرر، تلاقي نفسك ايه ده، انا مش عارفه الطبق وقع ازاي، ماسكه الكوبايه بتشربي تلاقي ايدك ثابت، انت ايدك ما بتسيبش ولا اي حاجه، تلاقي نفسك كوبايه وقعت منك وانت مش عارفه هي وقعت منك ازاي، بتحطي مثلا الطبق في المطبخيه تلاقي الطبق اللي وراه اتزحلق وقع اتكسر فجاه كده، يعني هو ما كانش مفيش حاجه بتتزحلق ولا حاجه. تمام؟ او تلاقي نفسك البيت بيظهر فيه شروخ يعني مفاجاه في الحيطه بدون اي عيوب في البنى،
يعني البنا زي الفل والعمارة زي الفل، شقتك انت بس بيحصل فيها شروخ وحاجات غريبة مثلا في الحيطة من غير اي عيب في البنا، اعرفي ان ده حسد ممكن يعمل كده في الشقة. طيب العلامة رقم 19، وجود روايح كريهة ومجهولة. ان انت بقى تشم روايح غريبة في بيتك، او روايح مش حلوة، او ريحة شياط او عفن في اماكن معينة في البيت، وتدور وتفتش وراها ما تلاقيش حاجة، ما تلاقيش اي مصدر واضح للريحة دي، اللي هو انا ولا ناسية اكل بره، ولا في ليمونة مثلا بايظة، ولا في اي حاجة مستخبية كده، ولا كده واقع مني، لا مفيش حاجة تطلع الريحة المعفنة دي. فالريحة دي جاية منين؟ مش عارفين، وتفضلي تلفي بقى كده على الريحة انت مش عارفة الريحة دي منين. تمام؟ ملهاش اي مصدر او سبب منطقي، ومحدش يشمها في الغالب غيرك او غيرك. يعني لو انت محسوده هتلاقي نفسك انت بتشمي روايح وحاجات محدش غيرك شاممها، وتقعدي تدوري ما تلاقي لهاش مصدر، انت بس اللي شامه عشان انت اللي محسوده. تمام؟ طيب العلامه رقم 20، النسيان الشديد، وان انت بقى تضيع الحاجات، يعني تلاقي نفسك كده في حاله من التشتت والنسيان الحاد، تخليك تنسى مفاتيحك، تنسى محفظتك، او حاجات انت لسه حاططها اصلا بايدك من دقيقه، او تنسى كلام انت لسه قايله، او تدي مواعيد مهمه جدا وتكون انت مرتب للمواعيد دي بنفسك وتنساها. متخيل؟ يعني لو انت بيحصل معاك كده، يعني مثلا تدي الناس مواعيد مهمه وتسيبهم يروحوا وانت تنسى وتنشغل في حاجات تانية، يبقى انت محسود. حاجات انت لسه تكون حاططها بايدك في مكانها، مثلا حطيت مثلا مفاتيح على السراحه، حطيت القلم في المكان الفلاني، بصيت لقيت نفسك انت حاطط الحاجه وتنسى، يعني انا حطيت الحاجه دي فين، وتقعد تلف على النضاره بتاعتك. فان انت تبقى ناسي كتير، بتنسى كتير، عندك نسيان شديد، عندك زهايمر جامد، وتضيع الحاجات، وفي حاله من التشتت وعقلك كده مش راكز مش مركز، تنسى مفاتيحك وتنزل، تنسى محفظتك، تنسى فلوسك، تنسى موبايلك، يعني تنسى حاجتك المهمه. تمام؟ وحاجات انت لسه حاططها بايدك مثلا في العربيه، حاططها في ايدك في المكتب وتنسى، او تنسى مواعيد مهمه، دي برضو من علامات الحسد. تمام؟ يبقى احنا كده تعالوا نقول علامات اللي تعرفك ان انت محسود. تاني النهارده قلنا ايه؟ قلنا رقم 11 النفور من البيت والاهل، ان انت تبقى مش طايق الناس اللي في البيت، واقل كلمه تشبكوا في بعض، او ما تخش كده تحس ان انت قلبك اتقبض. وتاني حاجه الخلافات العائليه، كلمه بقى الدنيا تولع. 13 العزله والانطواء الكامل، لو انت عندك رغبه قويه ان انت تبعد عن الناس وتقفل تليفونك والكلام وتقعد بقى في الضلمه، يبقى انت كده محسود. 14 انك تكره الحاجه اللي انت كنت متميز فيها او كنت شاطر فيها. 15 التعطيل المفاجئ في الامور، كل ما تيجي تخلص مصلحه تلاقيها باظت. 16 النفور من العمل او الدراسه، انت كان عندك حماس، دلوقتي مفيش تركيز، في تشتت ذهني رهيب، في سرحان مستمر، مش عارف تنجز ابسط امورك، كده انت محسود. 17 الخسائر الماليه المتتاليه، لو انت بتخسر يعني في على طول فلوسك طايره كده من ايدك مفيش فيها بركه، الحسد بيعمل كده. 18 تلف اشياء في البيت، كل شويه حاجات تبوظ في البيت. 19 وجود روايح كريهه ومجهوله، تشم ريحه غريبه ومحدش يشم الريحه دي غير الا الشخص المحسود، وتدور ملهاش مفيش اي سبب للريحه دي. 20 النسيان الشديد، وان انت تضيع حاجتك وما تكونش مركز وتكون في حاله تشتت ونسيان حاد، تنسى مفاتيحك، تنسى محفظتك، تدي مواعيد مهمه وتنساها. كده احنا قلنا 20 علامه بيدلوا على ان انت. طيب ازاي بقى احمي نفسي او اتعالج مثلا لو انا محسود؟ عندك 10 نقط لعلاج الحسد والوقاية منه. اول حاجة التحصين الصباحي والمسائي، دي قاعدة رقم 1 لو انت عايز تبعد عنك الحسد او تحمي نفسك منه او تتعالج منه، لو انت يعني العلامات اللي انا قلتها دي طلعت عندك او انت بتحس بيها. يبقى عندك اول حاجة التحصين الصباحي والمسائي، دي قاعدة رقم 1، اذكار الصباح والمساء وآية الكرسي والموعظات 3 مرات، دي كده اساسية في حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قالها حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء، يعني اللي هو ايه ده الدرع اللي بيحميك طول اليوم. خلاص دي كده اول حاجة. تاني حاجة الرقية الشرعية على نفسك، حط ايدك على صدرك واقرا الفاتحة، اقرا آية الكرسي، واقرا اخر ايتين من البقرة
اقرا الاخلاص، اقرا الموعظتين 3 مرات، واللي هي وقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اعملها كل يوم 5 دقايق، دي بتفك العقد. اتفقنا؟ تالت حاجة المحافظة على الصلوات في وقتها، ان انت تحافظ على الصلاة في وقتها. يعني الصلاة دي نور وحصن. الشيطان والحسد ما يدخلوش على حد مواظب في الصلاة ابدا، بيبقى صعب، يعني ده نادر ان هم يخشوا على حد يكون الشخص ده مواظب في الصلاة. فانا عايزاك تخلي بالك من صلاتك، لان هي حصن ليك وحفظ ليك. تمام؟ خصوصا الفجر، يعني من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. اللي بيصلي الفجر في جماعة بيبقى في ذمة الله. عارفين يعني ايه في ذمة الله؟ يعني عارف كأن حد بيقول لك ايه، انا واخد بالي منك، انت في ذمتي انا، يعني ما تشغلش بالك بأي حاجة فاهمين حاجة؟ يعني تحفة. طيب رقم 4، كتم النعم وعدم التباهي. بطلي بقى تتباهي بان انت اشتريتي كذا، ولا جوزك جابلك كذا، ولا عيالك عندهم كذا، ولا اخدوا المركز مش عارفه الفلاني، ولا راحوا ولا جم، ولا ما تقعديش تتكلمي كتير على عيالك. اكتمي النعم، ما تتباهيش لا بنفسك ولا بعيالك ولا بزوجك، يعني ولا باي حاجه عندك في البيت. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. لو نفسك حاجه تتم تبقى سليمه وكويسه ومتعرفش حد عنك حاجه، ومش كل حاجه تقعدي تنزليها ستوري وتصوري رحنا في المكان الفلاني، اكلنا الحاجه الفلانيه، اشتريت الحاجه الفلانيه، عملنا الحاجه الفلانيه. لا، يعني خلي بالك من نفسك شويه. مش لازم كل الناس تعرف انت مرتبك كام، او شقتك جايبها بكام، او اشتريت الفيلا الجديده بكام، ولا عيالك جابوا كام في الامتحانات. الكتمان نص العلاج، والله العظيم. يعني فكرة ان انت تكتم نعمك عن الناس ده نص العلاج. انت كده بتبعد عنك عيون كتيرة. يعني طول ما انت بتتكلم انت بتشد ناس كتير ليك، او بتشد عيون، او بتشد حاجات وحشة ممكن تحصل لك كتير. طول ما انت ساكت انت في امان. تمام؟ وبعدين في حاجة كده على طول دايما اقولها، مثلا لو حد زعل مني ان انا خبيت حاجة عنه، اقول له هو انا الحاجة اللي انا خبيتها دي معرفتها ان انت تعرفها، او ان انا مثلا اخبيها، انت اتضريت في حاجه لما انا خبيتها عنك؟ هل معرفتها دي مثلا كانت تمنع عنك ضرر، او تمنع عنك حاجه وحشه كان ممكن تحصل لك، او تفيدك في حاجه؟ لا. فيرد عليا يقول لي لا. اقول له خلاص، اما انت زعلان ليه ان انا ما قلتش على حاجه فلان؟ دي حاجه تخصني. معرفتها او عدم معرفتها لا هيضروك ولا هيفيدوك في حاجه. فخلاص انت يعني حتى ما تسالش انت ما قلتيش ليه. يعني مثلا فرضا حصلت لك حاجه كويسه وانت خبيتي وما قلتيش، انت واحده بتستعيني على بتخافي من الحسد والعين، وده حقك، ده حقك. مادام دي حاجه تخصك، دي ما فيهاش خباثه. كل واحد خايف على نفسه وعلى عياله، ومعلش انا عشان اراضي الناس انا ادمر حياتي او اخرب حياتي بالحسد؟ واحنا شفنا العلامات عامله ازاي، يعني حاجات برضو خطيره. يعني فكره ان حد انت تبقي محسوده دي مش حاجه سهله. ده انت حياتك بتبوظ، حياتك بتتعقد، اجهزتك بتبوظ، شقتك بيحصل فيها كذا، انت نفسك بيجيلك خمول وكسل. في حد بيبقى عايز ان هو يعيش كده في حياته، او اقل كلمه يحصل مشكله او انك تبقى عصبيه، ده انت حياتك كده اتدمرت. يعني في حاجات بسيطه اللي يشوفها من بعيد يقولك دي بسيطه، دي حاجات هينه، ولكن هي في الحقيقه هي ممكن توقف حياه بني ادم. يعني الحسد ممكن يوقف، ممكن يموت بني ادم. فما تستهونوش بالحسد. فانا هقول لك الحاجه عشان ارضيكي، وفي الاخر انت هتاذيني، يبقى انا ما اقولكيش. يعني ما دام الحاجه دي الشخص خباها عليك وتخبيتها دي مش هتضرك في حاجه، ومعرفتها مش هتفيدك في حاجه، يبقى انت ما تسالش وما تشغلش بالك، سيب كل واحد حر. يعني انا نفسي الناس تبطل تنظر على بعضها في النقطه دي بالذات. تمام؟ فقلت لك رقم 4 ان انت تكتمي بقى النعم وما تتبهيش، وده هيبقى نص العلاج. لو انت محسوده وقفي بقى شويه، صدري بقى الشكاوي اعكسي بقى كل اللي كنتي بتحكيه، عشان لو انت بقى كمان متاكده ان فلانه دي اللي حسدتك، ابداي بقى ايه، اديها بقى ان انت حياتك بقى ايه اتدمرت، عشان تشيل عينها شويه. رقم 5 بقى، يعني كثرة ذكر الله. لما انت يا قمر تفضلي بقى ايه تذكري الله على طول، الذكر يبقى في لسانك. الحاسد يعني الحسد او عامه يعني بيشتغل لما يلاقي انت قلبك فاضي.
انت بقى املأ قلبك بذكر الله، لا اله الا الله، استغفر الله، حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة الا بالله. الذكر بيحرق طاقة الحسد قبل ما توصل لك. يعني لو انت شخص على طول الذكر في بقك، الحسد مش هيجيلك، هيبقى صعب ان هو يجيلك، تمام. ولو عندك بإذن الله يخف ويروح. طيب رقم 6، الصدقة بنية دفع البلاء. لو انت اتأكدتي بقى من العلامات اللي انا قلتها لك ال20 دول، لقيتي نفسك في علامات كتيرة فيكي او معظمهم او كلهم زي كده، ما في ناس عندي في اللايف قالوا لي العلامات كلها لقيناها فينا. لو انت لقيتي ده تعملي ايه بقى؟ طلعي صدقة يا حبيبة قلبي بنية ال ان ربنا يزيح عنك العين دي، او ان ربنا يبعد عنك الحسد. خلاص، طلع صدقة لو بسيطة وانت بتقول اللهم ادفع عني شر الحاسدين. الصدقة بتطفئ غضب ربنا وبتدفع البلاء، بتدفع غضب الله. يعني لو ربنا زعلان منك وانت بتعمل ذنوب، بتعمل حاجات وحشة في حياتك، وربنا زعلان منك، هتطلع صدقة ربنا هيرضى عنك وهتطفي غضبه، هتخليه يهدى من ناحيتك، اللي هو انت عملت حاجة كويسة فخلاص انا رضيت عنك، تمام. وكمان بتدفع عنك البلاء. يعني لو اي حاجة وحشة مثلا، حتى لما حد يكون تعبان يقولك طلع له صدقة، لان الصدقة ايه، بتزيح البلاء، بتزيح المرض، بتزيح التعب، بتزيح الحسد. اوكي. وكمان داووا مرضاكم بالصدقه، زي ما قلت لك داووا مرضاكم بالصدقه. يعني لو عندك حد تعبان انت بتطلع له صدقه بنيه الشفاء فربنا بيشفيه. فانا عايزه الصدقه تطلع بنيه دفع البلاء او دفع الحسد. يعني لو اللهم ادفع عني شر الحاسدين، طلعها وانت في قلبك النيه دي، فان شاء الله باذن الله ربنا يبعد عنك الحسد. ولو انت حد حسدك ان شاء الله يعني ايه، عينه تروح منك. خلاص. طيب رقم 7، الوضوء والمحافظة على الطهارة. طول ما انت طاهر ومتوضي صعب قوي ان حاجة تجيلك وحشة، اي حاجة بقى، حسد بقى، مس، جن، بلا بلا، اي حاجة من القلابيز الوحشة دي، مفيش حاجة هتجيلك طول ما انت جسمك طاهر ومحافظ دايما على وضوءك وعلى طهارتك. يعني الشيطان والحسد بيحبوا دايما ال ال الشخص اللي مش نظيف، الغفلة. فخليك متوضي على طول. خلاص. قبل النوم تتوضى برضه عشان مفيش حاجه تاذيك، ما تحلمش احلام وحشه، ما يجيلكش كوابيس، وتقرا اذكار النوم. فانت هتلاقي نفسك نمت كده وانت محمي. يعني انا ماما دايما على فكره متعوده، يعني ما شاء الله عليها، ان هي تنام وهي متوضيه. حتى لو هي مثلا كانت مصليه العشاء من زمان او لا، تخش تتوضى مخصوص. حتى لو مفيش صلاه يعني تخش تتوضى مخصوص وتنام. فما شاء الله عليها في الحته دي، يعني نفسي اعمل زيها بصراحه. فان انت تنام على وضوء دي حاجه جميله قوي. طيب رقم 8، الدعاء. اللهم اكفنيهم بما شئت. الدعاء ده السحر، الدعاء ده تحفه. لما تحس بعين او حسد من حد معين ما تدعيش عليه، ادعي ربنا يكفيك شره. قول اللهم ابطل اثر عين اصابتني، يعني قول له يا رب يا رب ابطل اثر عين اصابتني. الدعاء سلاح، الدعاء ده بيبقى سلاح بيحميك. تقعد تدعي بقى اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم ابطل اثر عين اصابتني، وهكذا. خلاص. رقم 9، الاغتسال بماء الرقية. لو بقى الموضوع شديد وانت تعبان جسديا جامد، عايزاك بقى تقرا الرقية على مية واشرب واغتسل منها 3 ايام. 3 ايام تقرا الرقية على مية وتشرب وتغتسل منها. وممكن تطلب من حد صالح يرقيك الرقية نافعة باذن الله، حد صالح مش حد بقى بتاع اي كلام. يعني تجيب شيخ كده، في شيوخ بتبقى متخصصة في الموضوع ده، بيبقوا شيوخ محترمين حتى ما بياخدوش فلوس، ممكن يجيلك ويرقيك ويحصنك كده بالحاجات بتاعته دي، بالرقية وكده والمية، ويقولك يعني هو هيقولك تعمل ايه بالظبط وانت تعمل. خلاص. طيب رقم 10، حسن الظن بالله بالإضافة للرضا. أهم نقطة، الحسد مش هيضرك إلا بإذن الله، فأنت لازم تبقى حاطط في بالك أنا مش هتضر، محدش هيجي عندي إلا بإذن ربنا. فأنت يبقى عندك حسن ظن بالله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ففوض أمرك لربنا وارضى. الراضي محدش يقدر يحسده، لأنه شايف نعمته مش نعمة غيره. فأنت خليك راضي، ان شاء الله ما حدش يقدر يحسدك، وتبقى حاطط في بالك وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. يبقى عندك حسن ظن بالله، ويبقى عندك رضا لكل حاجه ربنا اعطاها لك، تمام. يبقى 3 علامات مهمه تفرق بقى بين، هقول لك على 3 علامات مهمه تفرق لك بين الحسد والتعب العادي. ركز معايا، 3 علامات مهمه تفرق بين الحسد والتعب العادي. يعني في ناس بتتعب تعب عادي، ففي ناس بتتعب تعب عادي تقول لك ده انا محسوده، هم ما يكونوش محسودين ولا حاجه. يعني في ناس لو شكيتهم ابره يقول لك ده انا محسوده يعني. ممكن عادي، مش شرط ده يكون حسد يعني.
اول حاجه تلاقي نفسك تعب مفاجئ بدون سبب طبي. خلاص. 2 تعطيل في الرزق او الجواز او الشغل مرة واحدة. يعني دي كده 3 علامات تفرق بين الحسد والتعب العادي. يعني ال3 علامات دول، اول حاجة التعب المفاجئ بدون سبب طبي، 2 تعطيل في الرزق والجواز والشغل مرة واحدة، 3 خنقة وضيق وقت العبادات بالذات، تحس بخنقة وضيق. لو لقيت 2 منهم ارجع للنقطة اللي فوق فورا احنا بقى قلنا عليها. خلاص. فالموضوع كله هما كلمتين، حطهم حلقة في ودانك. العلاج يعني تحصين، يعني رضا، يعني كتمان. علاج الحسد 3 حاجات: تحصين، رضا، كتمان. تحصن نفسك، تبقى راضي بكل حاجة بتحصل لك وباللي ربنا كاتبه لك، ويبقى عندك حسن الظن في الله. الكتمان ان انت تستعين على قضاء حوائجك بالكتمان، وما تقعدش يعني تبعبع بقى، ده انا جبت، ده انا عملت، ده انا رحنا، ده احنا جينا. اوكي. ما تقعدش تفكر مين حاسدني، فكر انا محصن نفسي ازاي. خلاص. ما تفكرش مين حاسدني، فكر انا محصن نفسي ولا لا. مالكش دعوه بالناس، سيب الناس بقى اللي يحسد يعني خليهم كده بص يفلقوا راسهم في الحيطه. المهم انت تركز على نفسك، انا حصن نفسي واللي يحسدني بقى يحسدني. خلاص. دي حاجه ايه، دي حاجه مش بايدينا. فاوكي، احنا كده خلصنا. قلنا العلامات 20 علامه، وقلت لك كمان ازاي ان انت تحصن نفسك او تحمي نفسك او العلاج. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. انا ايمان نصار. لاول مره تشوفوني متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا ليكم يا كتاكيت، شكرا لحضوركم. استنوني في فيديو جديد. الناس اللي عندي على الفيس يا ريت تحط المتابعه وتحط اللايك. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.